السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم اخواتي 4 الانواع ديال العصائر ساهلين بزاف، كيخرجوا كميه كثيره وكلهم فوائد وطاقه ولذاذين بزاف بزاف. المهم خليكم معايا باش تشوفوهم معايا كيفاش حضرتهم، وإلا عجبكم كيف العاده ما تنساوش لايك للفيديو. اول عصير نبدا به هو عصير زعزع بلا الحليب، كيجي صحي 100%، كله فوائد وطاقة. تشربوه في الفطور ولا في السحور، يمد لكم الطاقة النهار كامل، ما تحسوش بالعياء. المهم تبعوا معايا باش تشوفوا معايا كيفاش حضرته هذا العصير. المهم كيجي لذيذ بزاف في الحقيقة. خديت البنات هنايا 2 حبات ديال لافوكا صغارين، الا عندكم لافوكا كبيره ديروا غير وحده، مع 2 حبات ديال البنان طايبين مزيان، 2 حبات ديال البرتقال قشرتهم ونقيتهم. عندي هنايا شويه ديال المكسرات، شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز، شويه ديال الاكاجو مخلطين، يمكن لكم ديروا غير الكركاع بوحدو، شويه ديال الزبيب وشويه ديال التمر. المهم غير حفنه من هنا حفنه من هنا. صافي في الكاس ديال الخلاط كندير كيف تتشوفوا البنان والافوكا والبرتقال والمكسرات اللي عندنا. كنخلط هكا كلشي، يمكن لكم طحنوا هاد الشيء عاد، طحنوا يعني هاد المكسرات بوحدهم عاد ديروهم في الكاس ديال الخلاط، ومن بعد كنعمر الكاس بالماء وكنطحن العصير ديالي مزيان. يمكن لكم تضيفوا عليه حتى علبه ديال دانون بنكهه الفاني، كتزيد ليه واحد اللذه رائعه. صافي كنطحنوه مزيان كيف كتشوفوا. بالنسبه للماء ضيفوا على حسب الخطوريه ديال العصير كيف بغيتوه، يمكن لكم ديروه خفيف، يمكن لكم تخليوه هكا ثقيل شويه، انا كنفضلو هكا كيف تتشوفوا. كيخرج كميه كثيره. صافي كندخلوه للثلاجه حتى كيبرد وكنقدموه. المهم كيجي لذيذ بزاف وصحي كيف قلت لكم. وننتقلوا للعصير الثاني اللي نحضروه بالتفاح والحامض. هذا العصير منعش ولذيذ بزاف حتى هو في الحقيقه، الا جربتوا بهذه الطريقه غيعجبكم بزاف. المهم قشرت 4 الحبات ديال التفاح، نقيتهم مزيان، وقطعت 2 ديال الحامضات صغارين ماشي كبار، الا عندكم الحامض كبير ديروا غير وحده. كنديرو في الطنجره كيف كتشوفوا. كنضيف على التفاح والحامض مقدار لتر ديال الماء، المهم كنغطيه بالماء وكنشعل عليه، نخليه يطيب مده 10 دقائق وصافي. كنطفيو عليه التفاح دغيا كيطيب وصافي، نخليه حتى كيبرد عاد كنطحنوه وصافي. فوقاش كيبرد كنطحنوه بالماء ديالو كيف كتشوفوا معايا. نزيد عليه مقدار 5 د معالق من السكر، المهم كاس ما عامرش من السكر. بالنسبه للحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. وصافي كنطحنوه. وجدت الوريقات ديال النعناع حتى هما نضيفهم لهذا العصير باش يجي منعش اكثر. صافي كنعاود نطحنو شويه والعصير ديالنا ها هو واجد. المهم كندخلوه للثلاجه حتى كيبرد مزيان عاد كنقدموه. خص يكون بارد مزيان، كيجي لذيذ ومنعش، وبديك الحامض اللي كنضيفو ليه في الاخير كيزيد ليه الانتعاش واللذه. هذا العصير اخواتي غينفعكم بزاف حتى في الصيف، كيف قلت لكم كيجي منعش ولذيذ بزاف. القوام ديالو كيف كتشوفوا كنخليه هكا خاطر شويه. المهم كيعجبوني العصائر يكونوا هكا خاطرين شويه، ما كنديرهمش خفافين بزاف. المهم نتوما على حساب الرغبه ديالكم تضيفوا الكميه ديال الماء اللي بغيتو. والعصير الثالث اخواتي غنديروا فيه خيزو، العصير اللي كيعجب لكل شيء، عصير بخيزو صحي معروف بالفوائد ديالو. المهم ضروري خص يكون في المجموعه ديال العصائر. كندير نص كيلو ديال الخيزو، كنقطعوه دوائر رقيقه، كنحسبوا ليه 10 دقائق. صافي كنطفيو عليه، ما تخليوش يطيب بزاف، لان الخيزو الا خليتوه كيطيب بزاف كيطلق الجهد ديالو. المهم خليوه غير 10 دقائق وصافي. صافي كنخليوه حتى كيبرد، من بعد كنطحنوه بالماء ديالو كيف كتشوفوا معايا. كنزيد عليه حبه كبيره ديال البرتقال كنقيها مزيان، و2 حبات ديال البنان خص يكونوا هكا طايبين مزيان
كيكونوا حلوين. انا اكتفيت غير بالحلاوه ديال البنان، وغنضيف علبه ديال دانون. يمكن لكم اللي كيعجبو السكر تضيفوا 2 معالق حتى 3 معالق من السكر. ضفت علبه من دانون ديال المونك، كيعطي واحد اللذه رائعه لهذا العصير. ومن بعد كنزيد شويه ديال الماء باش نعمر هذا الكاس، وصافي كنطحنوه مزيان حتى هذا العصير كيجي القوام ديالو خاطر وكيجي لذيذ بزاف. وحتى هو ضروري كندخلوه للثلاجه حتى كيبرد مزيان عاد كنقدموه. هاد العصائر اللي شاركت معكم بصراحه كيجيو لذاذين بزاف وبكميه كثيره كيف شفتوا معايا، ودرتهم خاطرين ماشي زعما خفافين بزاف. وصافي دابا ننتقلوا للعصير الاخير اللي غنعملوه بالفريز. هاد العصير حتى هو كيجي لذيذ بزاف. هذا غنعملوه بالحليب مع الفريز. واللون ديالو صراحه كيفتح الشهيه، رائع. المهم نقيت 12 حبه ديال الفريز، كنديرهم في الكاس اللي كنطحنوا فيه. كنضيف على الفريز حبه ديال الباربا ولا الشمندر اللي سلقتها من قبل في الماء، قطعتها. وكنضيف 2 بنانات. هاد العصير حتى هو ما كنديرش ليه السكر، كنضيف ليه غير معلقه ديال العسل. يمكن لكم اللي كيبغي السكر يستعمل السكر على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما. وكنضيف تقريبا لتر ديال الحليب، وصافي كنطحنوه مزيان. بالنسبه لهاد الفارفا اللي درنا كتعطي ليه واحد اللون زوين بزاف، وطبعا فيها الفوائد ديالها حتى هي. جربوه بهذه الطريقه غيعجبكم بزاف هذا العصير، وحتى لوليداتكم غيحماقوا عليه. وهادو هما العصائر اللي شاركت معكم اليوم اخواتي. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. الى وصلتوا حتى لهنا شكرا لكم على المشاهده، خليتكم على الف خير. وضروري قبل ما نمشي ضروري العصائر ديالكم فوقاش تحضروهم تدخلوهم للثلاجه حتى كيبردوا مزيان، عاد كتقدموهم بالصحه والراحه. خليوا لي لايكاتكم والتعاليق ديالكم، وخليتكم على الف خير.